وصلت طوخ في محافظة القليوبية أنا وعمرو وأحمد صاحبي، وركبت المواصلة الرسمية الجميلة دي مع عمو الجميل ده علشان يفسحنا شوية، وكمان زي ما أحمد بيقول دلوقتي يا سندباد احنا رايحين ناكل. فاخدنا لفه الاول كده في الشوارع، شفنا الزينه واجواء رمضان هنا لحد ما وصلنا مطعم عم احمد اللي موجود في طوخ اول سور محلات الساحه. ولحسن حظي عم احمد بنفسه كان موجود وانتهزت الفرصه علشان اتصور معاه. طبعا انا كنت هنا من فتره وكنت بجرب الحواوشي الرايق اللي بيعملوه، اللي ما شافش الفيديو يروح يشوفه ناو، بس بعد الفيديو ده هتلاقوه موجود على الصفحه. فلما عرفت ان مطعم عم احمد بيعمل مشاوي كمان فجيت علشان اجربها، وطالما الحواوشي كان حلو وتمام فغالبا المشاوي كمان هتبقى روقان، وباين من شكلها والشيف بيجهزها وبيسويها. وعرفت منهم ان هم مش بيحطوا غير اللحمه مع الدهن في فرم الكفته، يعني في تجهيزها مش بيحطوا اي صنف تالت اضافي. وكمان اسياخ الكفته ستانلستين وضد الصدى علشان يضمنوا نظافه الكفته وتسويتها. وهسوي معاها انا كمان علشان استمتع بالريحه والمنظر الجميل ده. وجيت مخصوص علشان مطعم عم احمد عامل صينيه اسمها صينيه لمه العيله بمناسبه شهر رمضان، ودي عباره عن صينيه فيها رز بلدي اصفر بتتبيله، عليه ربع كفته مشوي وربع فرخه مشويه وربع شيش، وبينزل معاها العيش والسلطه والطحينه. وسعرها رايق قوي 230 جنيه بس، يعني فطار جامد وسعر معقول. بيقولوا انها تكفي لحد 5، بس لسه هشوف دلوقتي لان كان معايا عمرو، وانتوا عارفين عمرو على ايه، واحمد حسنين اللي بياكل بايده الاتنين. فزي ما انتوا شايفين اول لما شافوا الصينيه شمروا علشان ينسفوها، فقلت لهم ايه ده، استنوا بس هشمر معاكم واشوف صينيه العيله بتقول ايه، وهبدا اسمي وادوق علشان الكلام يروق. وهبدا بالكفته اللي كانت باينه من شكلها وريحتها الفايحه، وهاخدها غطس في الطحينه، وزي ما توقعت كان طعمها حلو قوي خصوصا مع الطحينه. فسالني احمد وقال لي ها اخبار الكفته ايه يا سندباد؟ قلت له بقول لك ايه يا ابو حسنين، خش بنفسك وشوف. فدخل على الكفته وهو ملهوف واداها 2 لايك. وعمرو كان معايا دخل على صابع الكفته خد نص والنص التاني في العيش، وجري على الطحينه وخدوا قطمه متينه. ونزحلق الكلام بقى بمعلقه سلطه علشان اخش على الفراخ المشويه والشيش، واللي كانوا برضو طعمهم رايق وعجبني وتسويتهم مظبوطه، وطعم تتبيله الشوي كانت حلوه وباينه فيهم. بس اللي كان معلم معايا اكتر وطعمه اقوى الكفته بصراحه. واحنا بناكل لقيت عمرو واحمد معاهم حوار على الطحينه. هحط من الطحينه بتاعتي تاني بس السندباد عندك اهي بتاعتك. عاوز ناكل من السندباد؟ بس الطحينه بتاعتك. احمد كان حابب الفراخ اكتر حاجه، وعمرو بقى كان حابب كل حاجه ومش محتاج شرح وهو شغال الله ينور ويديله الصحه. والرز كان كميته كبيره نوعا ما وتتبيلته حلوه ومفلفل. وقعدنا بقى نفطر ونروق نفسنا، وفي النهايه الصينيه كانت حلوه وعجبتنا بشكل عام وقضتنا الحمد لله. وصينيه لمه العيله من وجهه نظري هتناسب من شخص الى 3 اشخاص لو اكيله، ولو في ناس اكلها خفيف او حابه تاخد حواوشي مثلا او اي اضافه جنب الصينيه هتبقى عزومه حلوه ل5 اشخاص. الميزه ان سعرها مش غالي 230 جنيه بس. لو قلنا على 3 اشخاص مثلا فحاجه كويسه ومناسبه. وكمان في اكتر من نوع لصواني المشاوي، وكله بيكون حسب الاختيار والاضافات اللي حابين تطلبوها. فلو انتوا قريبين من مدينه طوخ وفكرتوا تخرجوا وتفطروا بره وعددكم كبير، ممكن تجربوا وتعيشوا تجربه جديده بيوم مختلف عند مطعم عم احمد. وتقولوا لي رايكم في تعليقات وتشاركونا تجربتكم. وكل سنه وانتوا طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم.